السلام عليكم حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض شوية قراقيش بالعجوة، سهلين جدا، طعمهم رهيب، مش هتبطلوا تعملوه. هنعمل مقدار صغير، لو حابة تضعفي الكمية ضعفيها براحتك جدا. تعالوا نشوف الجمل ده اتعمل ازاي ونقول بسم الله. اول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، معلقتين كبار من الشمر على اليانسون، ولو حابة تطحنيهم اطحنيهم. كوباية من السمنة يدوب فكها على البوتاجاز، اخلطيها بالدقيق حلو وغلفي كل الدقيق بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. غلفت الدقيق كله بالسمنة ولقيت السمنة اختفت معايا. هجيب نص كوباية من الحليب الدافي، عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار من السكر، اخلطيهم حلو وانزلي بيهم على العجينة، اعجنيها. وبعد كده هتبدأي تضيفي نص كوباية من المية الدافية وكملي عجن. العجينة لمت معايا وبقت زي الزبدة، هسيبها بقى واغطيها لمدة ربع ساعة تريح قبل ما اجهز العجوة. العجوة ممكن تحطي عليها معلقة قرفة صغيرة ومعلقة سمنة وكمان شوية سمسم. انا حطيت بس معلقة سمنة. جبت قطعة من العجين عملتها رول وفردتها يمين وشمال، وقصتها كمان جبت قطعة من العجوة وعملتها بنفس الطول، حطيتها جوه العجينة وقفلتها، وجبت الحتة المتقفلة من تحت وبدأت افردها كده زي ما انتوا شايفين. حطيت عليها شوية سمسم على حبة البركة وده اختياري. اضغطي عليها حلو كده بالراحة وابدأي قطعيها بالشكل اللي انت شايفاه. حضري الصواني مش متونة اي حاجة وهتبدأي ترصي. اهم حاجة ان انا اقفل العجينة حلو من تحت علشان العجوة ما تنشفش معايا وتطلع منها. الطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص. زي ما انتوا شايفين عملت العجوة بنفس الطول وحطيتها وقفلت كويس جدا، وهتقطعيها بكل سهولة. هتخلصي الكمية كلها وهتكوني مجهزة الفرن على درجة حرارة متوسطة. هبدأ أخبز أول صينية قطعتها وأحطها على الشبكة في النص. الموضوع كله مش هياخد معاكي نص ساعة، ساعة إلا ربع بالكتير، وهيطلع معاكي الجمال ده. حبايبي جربوا طريقة القراقيش بالعجوة دي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.